هل لو انت دلوقتي ثانوية عامة ولسه ما ابتديتش خالص ولسه بتحاول انك تبتدي، هتلحق ولا لا؟ طب انت دلوقتي مراكم في الفاينل ريفيجن او في المراجعات النهائية، يعني هعرف الحق اني الم المتراكم ده ولا لا؟ طب انا نظامي اي جي وبرضه مراكم، اعمل ايه؟ فلو انت كده فعلا، اوعى اوعى تفوت الفيديو ده قبل فوت الاوان. بص لي كويس، اكبر غلطة ممكن تعملها دلوقتي انك تقنع نفسك ان خلاص الوقت خلص. اول ما دماغك تصدق كده هتستسلم. في فرق كبير جدا بين واحد متأخر وواحد وقف خالص. انت ممكن تكون متأخر، بس طول ما انت لسه بتحاول فانت لسه في اللعبة. عارف ليه الموضوع ده تقيل عليك؟ لانك انت كل يوم بتصحى بتحس ان كل اللي عليك ده جبل، فتفكر في المنهج كله، تفكر في الامتحانات، تفكر في الوقت كله يعني اللي فاضل، فتبدأ تخاف، فتفكيرك يتشل. دماغ الانسان لما تشوف حمل ضخم بتختار الهروب، وعلشان كده انت بتتجه انك تمسك الموبايل، وبتهرب للأسف من مشاكلك بالموبايل، وتنام وتأجل وتقول خلاص انا كده ضيعت. لكن اسمع الكلام ده كويس، في ناس بدأت متأخر فعلا ولحقت، مش لأنها ذكية، لكن لأنها بطلت تضيع وقت في الندم. هيجي مدرس يقولك مش هتلحق، طب انت مش فكك منه، انت اللي بإيدك تغير، يعني تغير نفسك بنفسك. الطالب اللي بيلحق مش اللي بيذاكر بال15 ساعة. الطالب اللي بيلحق هو اللي بيعمل خطة لنفسه، وانا عارف انا قايم النهارده هذاكر 4 شباتر، هذاكر شابترين، هذاكر نص الفيزياء، هذاكر الفيزياء كده. ده انا بقول لك كمثال، يعني بيحدد اهم الحاجات، بيذاكر بهدوء، بيلتزم يوميا باستمرارية. ولكن بقى طلاب اي جي وطلاب امريكان، اكبر مشكلة عندكم دلوقتي مش في المنهج. المشكلة الوحيدة دلوقتي عندك انك تايه ما بين الباست بيبرز والريفيجن والنوتس وسبجكتس كتير، فتبتدي تحس انك يعني دراونينج. طيب دلوقتي اعمل ايه؟ دلوقتي انت مش مطلوب منك انك تكسر الدنيا، مطلوب منك انك توقف جلد ذات، تحدد اولوياتك، تخلص التاسكس الصغيرة. نصيحة، ما تفضلش تقول انا متأخر، قول انا هبدأ من المكان اللي انا فيه وان شاء الله هلحق. وربنا سبحانه وتعالى يعني ربط النتائج بالسعي مش بالمثالية. وانا عارف يعني ان اصعب احساس دلوقتي انك تشوف ناس يعني مخلصة وانت بتحاول لسه تبدأ يعني ثانوية عامة، او تبدأ تلم المتراكم اللي عليك. بس صدقني كل واحد له رحلته، فلو حاسس انك لوحدك هتضيع فانت مش محتاج ضغط كتير، فانت محتاج نظام واحد يمشي معاك خطوة بخطوة. طيب انا دلوقتي انا ما بعرفش اعمل كل ده، ما بعرفش احدد اولوياتي، ما بعرفش اني ازاي يعني ابتدي ازاي، ما بعرفش اني اعمل لنفسي جدول، ما بعرف. طيب تيجي هنا بقى دور المتابعة اللي هو انا بقدمه. طيب ايه هي بقى دور المتابعة دي؟ المتابعة دي انا بتابع معاك يوميا، بعمل لك جداول، بنظم لك مذاكرتك، سواء انت اي جي ثانوية عامة، سواء انت امريكان، 3 دول عادي مفيش اي مشكلة، بنتابع معاهم، وده بيقلل حاجات كتيرة جدا. انا بقى بعمل ايه؟ انا زي ما قلت لك بعمل لك جداول، بتابع معاك يوميا، بشوفك عملت ايه وما عملتش ايه، وبقول لك تذاكر ايه وما تذاكرش ايه، بحيث انك عقلك يفهم ان انا خلاص انا المفروض مطلوب مني تاسك النهارده، يعني ما نامش الا لما اخلصه. وده بيعود عليك بحاجات كتيره جدا، وبيقلل حاجات كتيره جدا زي التشتت، زي انك تنجز اكتر، والحاجات اللي انت كنت بتضيع وقت فيها. يعني خلاص حد معاك فاهم، حد شايف اللي انت مش شايفه، وشايفه بزاوية اكبر منك، وهو معدي اساسا قبل كده. برضو زي ما قلت لك المتابعة بتنفع مع ثانوية عامة واي جي وامريكان بس، فما تفوتش الفرصة دي تفضل تضيع وقتك في الندم وبس. وبتمنى لك التوفيق يا عم الناطق، اشوف وشك على خير، سلام عليكم.